ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ معاكم محمد زقزوق من زاكوركس.com. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات زاك توك. حلقه النهارده حلقه سخنه جدا، مش هتعجب صحاب الشركات بالذات. بتكلم فيها عن كل المشاكل اللي قابلتها في حياتي في المهنه بتاعتنا دي. بتكلم عن الوعود اللي بيديها لك بتاع الاتش ار او المدير او صاحب الشركه او اي حد بيعمل معاك الانترفيو، واللي ما بيتحققش منها اي حاجه. حلقه النهارده بتحكي عن مواقف حقيقيه حصلت معايا ومع غيري، قررت الخصها في حلقه. وهتكلم كمان عن اكتر سؤال بيتسأل، وهو ايه الفرق بين المصمم العربي والمصمم الاجنبي. وهطلع من السؤال ده هدخل على طول في عيوب مهنه الجرافيكس، واللي بسببها ناس كتير موهوبه قاعده في البيت وناس تانية نص لبه واخدين اماكنهم. تابعوا معايا الحلقه واشوفكم بعد الانترو، وربنا يستر. الفرق بيننا وبينهم، هل في فرق فعلا ولا لا؟ مبدئيا انا ضد مبدأ المقارنه اصلا بين اي اتنين، الا لو كانت اوجه المقارنه فيها تشابه يسمح اننا نقارن فعلا. طب تعالوا نمسك الموضوع من زاويه تانية. هل ينفع المقارنه اصلا بيننا وبينهم وفي فرق شاسع في العادات والمعتقدات والمبادئ، حتى في فرق في طريقه الفهم واستيعاب المعلومه والافكار الجديده؟ وطالما في كل ده يبقى ما ينفعش نقارن بيننا وبينهم. بس اللي نقدر نعمله اننا نطلع الفروق، ومنها نطلع العيوب والمشاكل اللي بنواجهها عشان نحلها، عشان نقدر نوصل لمكانه تميزنا ونبقى مختلفين عنهم. مش مجرد المقارنه، عشان نبقى متميزين ويبقى اسمنا بنضيف جديد، مش بس بناخد ونقلد وخلاص. يبقى المقارنه هنا هتعمل ايه؟ هتعمل ظلم لطرف من الاطراف، هتعمل احباط، هتضيع وقت، وهنركز على كلام فاضي ما منوش اي فايده غير انه رغي وسرد لفروق مجتمعيه وتاريخيه وطبقيه وتعليق شماعه الطرف على الطرف الثاني. عشان كده ممكن معظمكم دلوقتي يستغرب جدا لما يشوفني بقول ان مفيش فرق خالص بيننا وبينهم، بس في شويه حاجات كتيره هي المسؤوله عن ان يبقى شغلهم بالابهار ده، وان شغلنا يبقى بالبلح ده، او تعبان وفقير وما بيقدمش اي افكار جديده ولا مختلفه. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. عشان كده احنا هنتكلم النهارده عن ايه اللي بيخلي الغرب متميز عننا في المجال ده، وعن مشاكلنا اللي بنقابلها في معظم الشركات، وعن التسلسل الوظيفي للمصمم، وعن المبادئ الغلط اللي احنا كعرب بنتبناها وبتوقعنا. تعالوا نبدا بالمبادئ اللي احنا كعرب بنتبناها وبنحبها قوي، وتقريبا كده بتطبق في كل الشركات. اول مبدا عندنا هو الاستسهال، يعني مشي حالك وانجز. ان المدير او صاحب الشركه مش عايز يتعب نفسه ويدور على مصمم موهوب ويكون شاطر في شغله، فيعمل ايه؟ يسال اي حد من المصممين اللي عنده، ما تشوف لنا حد من اصحابك يكون حلو كده ولزوز يشتغل معانا. فتلاقي بعد فتره الشركه اتحولت لمكان زي القهوه، كلهم اصحاب وكلهم يعرفوا بعض، وفي الاغلب نوعيه الشركات دي بتقفل ما بتكملش. تاني مبدا عندنا هو مبدا السوبر هيرو. معظمنا بيحب شخصيه السوبر هيرو اللي بتيجي في الافلام، بس السوبر هيرو اللي اقصده هنا مش الهيرو بتاع الافلام، لا، اللي اقصده هنا هو الهيرو بتاع الشركه. ده راجل شاطر جدا في شغله، موهوب، بيحب يشتغل ساعات عمل كتير، فدايما ده بتلاقيه مربي شعره ودقنه طويله، مش ستايل ولا حاجه، هو اصلا سايبهم عشان ما عندوش وقت يحلقوا. بتلاقي الراجل ده هو اللي ماسك شغل الشركه كله، بيعمل لوجوهات وموشن جرافيكس وتصميم مواقع وبيصور وبيمسح وبيغسل وبيكنس وبيعمل شاي، بيعمل كل حاجه. فده طبعا هو المدير شايفه اهم واحد عنده. في الغالب السوبر هيرو ده اكتر واحد بتخصم له فلوس، واكتر واحد بترخم عليه في المواعيد، مع انه اوقات كتير بيبقى بايت في الشغل ومتكحرت يا عيني. وده في الاغلب بعد فتره بيزهق وبيمشي، لا اما بخناقه لا اما هم اللي بيمشوه عشان الحجر بتاعه بدا يخلص. ما هو مش هيمسكوه يقعدوه يعني، كفايه كده يعني. تالت مبدا هو الفكه. في واحد تلاقيه معاه 200 جنيه مثلا معهوش غيرها، فيعمل ايه عشان يحس ان معاه فلوس كتير؟ يروح فاكك ال 200 جنيه دي جنيهات وعشرات وعشرينات واربعينات وحاجات كده عشان يحس ان محفظته مليانه. نفس المبدا ده بيتعمل في الشركات. تلاقي شركه ما فيهاش غير نفرين يعني محترفين شاطرين بياخدوا وقتهم في التفكير والشغل بيطلع ممتاز، بس في المقابل مرتبهم كبير ومش بينجزوا الشغل بسرعه لانهم بياخدوا وقتهم في التفكير، عايزين يطلعوا فكره جديده بشكل محترف وكده، وشغل شكله نضيف يتشاف. فده طبعا مش بيعجب صاحب الشركه لانه عايز انجاز، فيفك النفرين دول بثلاثة أربعة مثلا 5 6 خبرتهم لا تتعدى السنة أو السنتين، بس بيسمعوا الكلام وهيعملوا شغل كله متقلد وأي كلام، بس المهم إن هو بيعجب صاحب الشركة وفي إنجاز. في الغالب النوعية دي من الشركات ما بتتطورش خالص، بتفضل زي ما هي لأن مفيش ولا خبرة ولا رؤية، فبتلاقي في الآخر شغلها زي شغل أي حد في السوق. رابع مبدأ بقى هو البركة. مفيش تخطيط وهي ماشيه ببركه ربنا ودعاء الوالدين. تلاقي البروجكت داخل كده من الشركه معهوش بريف، فين بريفك يا ابني؟ يقول لك معيش، ولا حد فاهم اي حاجه، كله شغال عشوائي. شويه يطلبوا لوجو وشويه يطلبوا فيديو للوجو اللي اتعمل، وبعد يومين تلاقيهم بيطلبوا لوجو تاني وفيديو تاني للوجو التاني. طب يا جدعان هو ايه اللي حصل؟ يقول لك اصل اللوجو اترفض وبنعمل حاجه جديده للعميل.
ما هو لازم يترفض، لان اصلا مفيش تخطيط صح من البدايه. المفروض ومن الطبيعي انك قبل ما تعمل لوجو في مرحلتين قبل كده. اول مرحله ان الاكونت مانجر بيقعد مع العميل يشوف شركته وتاريخها ونظامها ايه، وبعد كده يعمل بريف مختصر عن طلبات العميل، والبريف ده بيروح للكرييتيف دايركتور، ودي تاني مرحله. الكرييتيف دايركتور ده يذاكره، يطلع شويه افكار للوجو ولهويه الشركه، وبعد كده بيسلمها للارت دايركتور، واللي بيكون مسؤول عنه ياخد البريف زائد افكار الكرييتيف دايركتور ويشرحها للمصممين الموجودين. في مراحل مهمه التصميم لازم يعدي بيها علشان يكون ناجح: الاجتماع مع العميل وكتابه البريف، الفكره والبرين ستورمنج، توزيع المهام على المصممين، التنفيذ، البرزنتيشن، التعديلات وتنفيذها، الانتهاء من البروجكت وتسليمه للعميل. خامس مبدا واهمهم مبدا انا كلمتي عقد. المبدا ده منتشر في وطننا العربي وبغزاره، تقريبا سيستم مجالنا كله ماشي كده. مفيش عقود او كونتراكت او كونترات ولا مؤاخذه. مفيش مصمم فيك يا مصر الا من رحم ربي، يعني شغال بعقد وليه حقوق محفوظه وتامينات والجو ده كله شغال في الهوا في السراب. عشان كده وقت ما بيحبوا يمشوك بيمشوك، وقت ما يحبوا يجيبوا غيرك بكره تلاقي 5 بيعملوا انترفيو وبرضه هيشتغلوا من غير عقود. طبعا الغلط هنا مش بس على الشركات، الغلط كمان على المصمم اللي سمح لهم ان هم يشتغلوه، لان المفروض ان بنود العقد ده يكون مكتوب فيها ان ليك بونص على كل شغلانه انت بتعملها في الشركه، ويحميك انك ما تترميش في الشارع وقت ما يزهقوا منك، ويحميك كمان انك لما تمشي تاخد على كل شهر انت اشتغلته فلوس، ده في حاله لو هم اللي مشوك، وبيحمي الشركه كمان لو المصمم فكر يخلع ويعمل شيفت ديليت للشغل وهو ماشي. يعني العقد بيضمن لك حقك وحق الشركه، وحتى لو انت شغال فريلانسر وجود العقد بيحمي الطرفين من اي خلافات جايه او اي اختلاف في وجهات النظر. فبنرجع لبنود العقد عشان نكون على نور، لان من المفترض ان العقد بيبقى مكتوب فيه كل بنود الاتفاق بالتفصيل. ايه اللي بيخلي الغرب متميز عننا؟ مش في كل حاجه يعني، ما اكيد مش في كل حاجه. الثقافه والاحترام. يعني ايه ثقافه؟ يعني عندهم معرفه بمجال الديزاين واهميته واحترام المجال نفسه والقائمين عليه، اسس ومراحل سليمه لعمليه التصميم، مفيش حاجه ماشيه بركاوي. التصميم بيتم التخطيط ليه بكل حرفيه لتقديم تصميم مش بس مختلف، لا وكمان معبر عن نشاط العميل. الموهبه هي اللي بتفرض نفسها على السوق، يعني مش بتلاقي الكريتيف دايركتور مثلا او الديزاينر اللي شغال ابن طنط نانسي، او كان زميل صاحب الشركه في الاي سي، او كانوا بيعملوا كامب السنه اللي فاتت في بلطيم. مفيش الكلام ده. تقبلهم للافكار الجديده والمختلفه. احنا بقالنا 20 سنه اعلانات التبرعات بيجيبوا عيل صغير يقولك انا عيان، بعد شويه يقولك انا خفيت، او شخصيه مشهوره او شيخ معروف ويتكلم قد ايه ان التبرعات جميله ومهمه، وان هو نفسه اتبرع للمكان عشان هو يعني مضمون وكده. بره ممكن يعمل لك فكره مجنونه جدا، زي مثلا يصوروا واحده ست عريانه وحلقه شعرها زيرو ويكتبوا تحت بخط صغير كده محدش شايفه اصلا: مرضى السرطان مش محتاجين فلوس، محتاجين حبكم ودعمكم. مش لازم تقلع ملط، بس مش لازم اسمع طول حياتي اتبرعوا ولو بجنيه. ايمانهم ان التصميم مرحله مهمه في اي مشروع ناجح. ما ينفعش مشروع يطلع للنور عندهم من غير هويه، حتى لو عربيه اكل في الشارع. لازم التصميم يعبر عن نوعيه الاكل والبلد اللي جايه منه، مش نص محلات البلد اسمها زعبولة واولاده، ويمين اليافطه وصوره المعلم صاحب الدكان وشمالها صوره ميدو حفيده. انا عايزك تعمل لي دعايه تهز المكابر. حبهم للتطوير والشغف للمستقبل، دايما بيبصوا لقدام في تصميماتهم، وبيراعوا متطلبات المستقبل، وبيهتموا برؤيه الاجيال الجديده للاعلان. احترامهم لمبدا التخصص، يعني مفيش مصمم بتاع كله، ويب ديزاينر الصبح وموشن جرافيك بعد الظهر وسباك صحي بالليل ومخرج تحت الطلب. كل ديزاينر مسؤول عن تخصص واحد محترف فيه. المشاكل اللي عندنا في المجال، لا حول ولا قوه الا بالله. مفيش جهه رسميه مسؤوله عن المصممين، ما عندناش نظام توظيف واضح، مفيش عقود بين المصمم والعميل او بين المصمم والشركه، انتشار المصممين الكتير النص لبه او المش محترفين على الساحه، انتشار الكورسات الكتير المبنيه على اسس السبوبه. المجال اصلا مبني على اسس غلط عندنا، مفيش تخصصات، مفيش تسلسل وظيفي واضح، مفيش مرتبات تتناسب مع قدره المصمم او خبرته الحقيقيه. يعني ممكن تلاقي مصمم اي كلام بياخد مرتب كبير عشان هو واسطه او صاحب الشركه، وتلاقي مصمم موهوب وخبره كبيره وبياخد اي كلام. وبكده تكون حلقه النهارده الحمد لله خلصت على خير. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير عشان تشوفوا الحلقات الجايه. كان معاكم محمد زقزوق من زاك وركز.com. سلام عليكم. ثواني كده، تفتكروا في شركه هتشغلني بعد الحلقه دي؟